بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت على موعد معكم لإتمام ما تبقى من سورة الغاشية، ولكن يا إخواني الكرام، جاءني أحد الإخوة بعد صلاة العصر وقال لي: الناس قد تأثروا بكلام الخطيب وذهبوا كل مذهب، لذلك أريد منك أن تبين كلمة يعني موجزة في هذه المسألة. يا إخواني الكرام، أنا الآن ممكن ندير درس خاص بهذا الشيء هذا، لأن الأمور يا إخواني الكرام ليست بالسهلة. فالعصبيات هذه هي التي قضت على الإسلام، والناس كثير الآن لا يفهمون معنى العصبيات. ونحن إذا فهمنا الإسلام كما فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، سنرى رجالا قرآنيين ربانيين يمشون على هذه الأرض. ولكن يا إخواني الكرام، لما أصبح عندنا مفهوم الإسلام ضيقا، فلذلك ذهبت عقولنا مذاهب شتى. العصبيات هذه يا إخواني الكرام الذي لازلنا حتى الآن نسمع الكلام الكثير عنها، هذا عربي وهذا قبائلي وهذا كذا. يا إخواني الكرام، أنا كم مرة قلت لكم هذا الشيء ما كانش منه، وأنا إذا كنتم تثقون فيا فهذا والحمد لله يعني فضل من الله، ما هوش من عندي أنني في هذا الشيء أنا متخصص في هذا الشيء، يعني هذه حرفتي. ولقد قرأت عدة كتب من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عهدنا الآن. لما أكلمكم فإني والله لا أصدر إلا على علم حقيقي جازم، لا أجامل لا هذا ولا هذا. فمن كيف هذا الناس يا إخواني الكرام الذين يريدون أن يحيون العصبيات ويحيون والعياذ بالله النعرات، فهؤلاء إنما يريدون أن يحدثوا زوبعة عظيمة وفجوة لا يعلم مداها وعمقها إلا الله تبارك وتعالى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أقول لكم نجيبها لكم من الأول حتى للتالي. فمن كيف المهم تبعوني. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وهي غزوة بني المصطلق، والقصة صحيحة وموجودة في الصحيحين، أنهم الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر وغيره من الصحابة رسلوا غلمان لهم يستقون، رسلوا شباب صغار راحوا يسقوا الماء من البير. راح الشاب بتاع سيدنا عمر يملأ، مسكوا الشاب اللي هو بتاع أبي بن سلول رئيس المنافقين، قال له أنا نملأ الأول، الآخر قال له أنا نملأ الأول، لنا دراري قداشين صغار خدامين. المهم تنابشوا. الآخر واش قال؟ قال له يا للأنصار، والآخر قال له يا للمهاجرين. يعني الآخر عيط لابن عمه والآخر عيط لابن عمه. فهمنا؟ يعني هانا ولينا للنعرات اللي كنا قبل، يا ابن عمي والآخر قال يا ابن عمي. بينما في الإسلام عندنا احنا ابن عمي، المسلم هو ابن عمك في الإسلام. فهمنا كيف؟ والذي ليس بمسلم فليس بأخيك وليس بابن عمك ولو كان مسجل معك في دفتر العائلة كما تقولوا انتم، ماشي خوك. باش تفهموا يا إخواني الكرام، هذو النعرات راهم حيوهانا، وانا قلت لكم من قديم الزمان أن هذه القضية من ورائها فرنسا، وقلت لكم وانا مسؤول على كلامي أن فرنسا يعني أرصدت من المال لكي تبلبل الصف الإسلامي ما لم ترصده للدفاع في وزارة الدفاع. يعني وجدت واحد راس المال ممكن تاع وزارة الدفاع أقل منه،
باش راهي دايرة ان الفتنة هنا، وإلا حاجات حنا كما ما هيش تاع البارح ولا البارح. أنا إذا تكلمنا على قضية الإسلام ولا على قضية القبائل ولا على قضية الإسلام، تعرف شحال القضية عندها 14 قرن ونص. واحد اللي 14 قرن ونص ويجي يخبش في القضية تاع 14 قرن ونص وإحنا مسلمين وجدودنا مسلمين، ويجي الآن يحييها ويقول لك القبائل وراهي قبائل وراء العرب. إحنا كنا مسلمين، حاجة تاع 14 قرن ونص راحت. إن شاء الله الآن رانا راح نموتوا باش نتلاقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي نبداو نحيوا القضية تاع بكري. راحت الآن 1400 سنة القضية عندها. كيفاش واحد يحيي لنا قضية تاع 1400 سنة؟ لذلك يا إخواني الكرام نجيبوا قضية العصبيات كيفاش بدات. هذا حوص على ابن عمه وهذا حوص على ابن عمه، وإنما بنو عمومتنا الحقيقيين هم المسلمين. مسلم راك وليد عمي، ماكش مسلم ولو تكون خويا ولدت معي في بطن واحد، ماكش خويا. هذا هو الإسلام. إذا ما كانش عندنا المفهوم هذا ما ناش مسلمين حقيقيين. فمن كيف لما عيط هذاك الأنصاري قال يا للأنصار، والآخر قال يا للمهاجرين، يا ابن عمي جروا لي، والآخر قال يا ابن عمي. والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع، قال لهم معليش يلا روحوا انتم ابن عمه، والآخر يروح ابن عمه، يلا نوضوا الحرب، يلا نشوفوا شكون يقتل صاحبه. غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ما زلتوا تتنادوا بالدعوة تاع الجاهلية وأنا راني معاكم؟ دعوها فإنها منتنة. خلوا هذه الدعوة راهي سايحة ماشي مليحة. الدعوة إلى العصبيات، الدعوة إلى النعارات، الدعوة إلى الزريعة والراسة كما تقول أنتم بالعرب العامية، هذه دعوة جاهلية. وإنما ندعو إلى الإسلام، لأن رب سبحانه قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ما قالش ومن أحسن قولا ممن دعا لجدوده وابن عمه وفاميلته وجبدهم من العروق، جبدهم هذا ردف هذا، لا، هذا بشر. ثم كيف؟ وإنما الذي كلمته مرفوعة عند الله ومقبولة عند الله هو الذي يدعو إلى الإسلام. فمن كيف؟ لذلك يا أخي الكريم، وقلت لكم أنا في درس الجمعة، قلت لكم أنا أتحدى كل واحد يفهم ولا ما يفهمش يجيب لي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفضل فيه العربية ويفضل فيه العرب. أنا أتحدى كل واحد والله اقسم بالله وانا في مسجده الشريف ما فيش حديث واحد يفضل العرب، بينما كاين احاديث تقول لك ما كاش فضل بين العرب وبين غيرهم. اذا الشيخ الاسلام ابن تيميه قلت لكم يعني استطرد القول في هذه المساله وتتبعها حديثا وفندها. قال الاحاديث كلها التي جاءت في فضل العربيه وفي فضل العرب كلها احاديث اما ضعيفه واما موضوعه، يعني احاديث ما هيش صحيحه. بينما الاحاديث الصحيحه موجوده في الصحيحين، انا نقرا لكم منها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح اسمعوا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا فضل لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. يعني ما فيش مخير هذا عربي. العرب وشنا؟ أنا أقول لكم العرب وشنا؟ العرب قبل الإسلام وكل الناس قبل الإسلام، اسمعوا جيدا، العرب قبل الإسلام وغيرهم من الأمم قبل الإسلام، والذي أراد أن يقرأ التاريخ فليقرأ التاريخ، ونحن نصدر من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح. فقد ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على أهل الدنيا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. سمعتوا؟ تبعوني مليح باش نحوا باش تصدرون عن العلم، والعربي المسلم يرفع راسه والقبائلي المسلم يرفع راسه، لأن الإسلام هذا هو السبيغة. إذا كان عربي بلا إسلام نرموه، قبائلي بلا إسلام نرموه. فمن كيف؟ الإسلام هو السبيغة، كي تكون عربي وتسلم نور على نور، تكون قبائلي وسلم نور على نور. أما ما كاش الإسلام ما نحتاجوش لا عربي ولا قبائلي، لأن العربي أبو جهل عربي في جهنم، أبو لهب ماشي عربي، عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وراكم تقرأوا آية صغيرة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته عربية ثانية أم جميل عربية كذلك في جيدها حبل من مسد. وعلى ما هوش عربي هو هل نفعته العروبة
المجردة؟ أبو لهب نفعته العروبة المجردة والله ما نفعته، بدليل أنه أبو لهب وجهه يلهب بالنور وعم الرسول خبابه شقيق ولكن في جهنم. لماذا؟ لنعتز بالعروبة المجردة بدون إسلام. العروبة بدون إسلام صفر ما تنفعش، وكذلك البربرية ولا غيرها بدون إسلام ما تنفعش. إن الإسلام يا إخواني الكرام هو الصبغة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. الصبغة يا إخواني الكرام كل معدن يتصبغ بالإسلام أهلا وسهلا به، ما نحوصلوش على زريعته واش يكون. فهمنا كيف؟ عندنا لذلك يا إخواني الكرام أنا قلت لكم راني موجد الحمد لله، مجرد ما قال الأخ هذا عصرت دماغي في ديك اللحظة وجدت عدة أحاديث بدون كتب بدون شيء، كل شيء الحمد لله موجود. فهمنا كيف؟ حتى نفهمكم غير تبعوني باش تشوفوا المسألة كيف متسلسلة، حتى الإنسان يصدر عن علم وما يلزم حتى واحد يزيد يشوش عليكم. فهمنا كيف؟ لأن القضية ما هي سهلة وراهي جاية لواحد الأمر كبير. لذلك نحن لا نريد للصفوف الإسلامية أن تنشق، ولا نريد للصفوف الإسلامية أن تتبعثر أو تدخل فيها والعياذ بالله نعرات وطوائف ونبقاو بأسنا بيننا بدل ما يكون بأسنا على العدو. فهمنا كيف؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا فضل لعربي على عجمي، ما كاش فضل على عربي على عجمي إلا بالتقوى. يعني ايش معنى التقوى؟ يعني اللي يبغي ربي بزاف، اللي جاء الإسلام ويبغي ربي بزاف هذاك اللي يبغي ربي بزاف. وأنا قلت لكم يعني غير في حديث القبر، سؤال القبر لما يدخل الإنسان في قبره ويجوه الملكان ويسألونه الأسئلة الثلاثة المتفق عليها الذي يعني المفروض على كل مسلم أن يحضر لها جوابا وهو حي يرزق. كما رانا حيين يلزم نحضروا الجواب، موش نكتبوه ونديروه في القبر ولا نوسدوه كي نموتوا، وإنما يحضروا الإنسان في ذهنه وفي قلبه باش لما يسأله الملائكة يجاوب. واش يقولوا له الملائكة منكر ونكير لما نحطوه في القبر ونجوا رايحين؟ واش يقولوا له؟ اسمعوا له، هل يقولوا له انت وليد من؟ انت وليد محمد ولا وليد ابو جهل؟ انت حبشي ولا قرشي؟ كيما احنا نديروا منينك من خاوتنا. فهمنا كيف؟ باش الا كان من عمك تقربوا كان من الجهه الاخرى تحاوزوا وتسلوا الملف تاعو تحت الارض. فهمنا كيف؟ بينما الملائكه يقولوا له من ربك وما دينك ومن نبيك، ما يقولولوش لا انت عربي ولا انت قبايلي. وبعدين انت كي تفتخر بالعروبه واش والقبايل واش؟ تفتخر انت يا بالشجاعه القبايل شجعان، تفتخر انت بالكرم القبايل كرامه، تفتخر انت بالنخوه القبايل لهم نخوه. باش تفتخر؟ ما عندك باش تفتخر. والانسان يقرا، انا قريت التاريخ تاعهم وقريت تاريخ ابن خلدون، روما وما ادراك، سمعوا مليح. لذلك انا نبغي من القبائل المسلمين يرفعوا راسهم ويعتزوا. فهمت كيف؟ وكذلك المسلم العربي المسلم يرفع راسه. فهمت كيف؟ كلكم ترفعوا راسكم. لماذا؟ لان الاسلام عزكم. فهمت كيف؟ الاسلام اللي عزنا ما عزنا والو، احنا كنا قبل الاسلام بهائم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربي سبحانه قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم امقت الدنيا كلها كرها. ربي في الحديث الصحيح ان الله اطلع على اهل الارض، يعني قبل الرسول، قبل ما يجي الرسول ربي اطلع على اهل الارض كلهم، اكرههم، مقتهم، عربهم وعجمهم، اكره لا العرب ولا غير العرب، كلهم كرههم. علاش؟ لأن كلهم كانوا عايشين في جاهلية، كلهم كانوا عايشين في ظلمات بعضها فوق بعض. قال إلا بقايا من أهل الكتاب، غير بقايا تاع أهل الكتاب يعني كانوا ناس رهبان يعبدون الله تبارك وتعالى حق عبادته في الكنائس وفي الصومعات، فهذو كانوا مجردين لله في دينهم، فهؤلاء لم يمقتهم، وإنما البقية كلها مقتها. فهمنا كيف؟ ولكن لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم للناس كافة، للناس. وكان النبي من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم التي رويت في الصحيحين أنه النبي كان يبعث إلى أمته خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ربي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، فأسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسعد الناس بالإسلام هو الرجل الذي يعتنق الإسلام، لا يكون عربي ولا يكون غير عربي. بدليل أبو لهب بعد عن الإسلام، صح؟ تبعوني مليح. أبو لهب عربي بعد عن الإسلام، أبو جهل عربي بعد عن الإسلام، أبي بن خلف عربي بعد الإسلام، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، صناديد قريش هربت عن الإسلام. جاء بلال الحبشي من الحبشة ما يعرف حتى يتكلم، وعبد أسود الصباط ما عندوش،
فهمنا كيف؟ أدخل في الإسلام، أفرح بها الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله أكثر من رئيس الوزراء. بلال داروا الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من رئيس الوزراء. ماذا أعطى له يا إخواني الكرام؟ أعطى له رتبة لم ينل أحد من الصحابة رتبة مثلها، وهو رفع أذان الله أكبر وطلع فوق الكعبة وأذن، وبدأوا يقولوا كيفاش الإسلام تاع محمد هذا عبد كيما هذا وصيف يطلع فوق الكعبة ويأذن. هذه مصيبة كبيرة. وعلى ما طلش واحد من القرشيين أبيض وجهه ينور وطلع هذا حال هذا. لأن ما كاش عندنا عصبية، ما كاش عندنا نعرات، ما عندناش حبشي قرشي، عندنا الإسلام. فهمنا كيف؟ العرب إذا لم يعتنقوا الإسلام ففي جهنم، كما ذهب أبو لهب وأبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وكل الصناديد قريش الكفار المشركون ذهبوا إلى النار. بينما يجيك سلمان الفارسي من فارس، وتعرفوا فارس وين؟ كما راه يدرك الإيران. جاء هذا الرجل هذا يا إخواني الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاهد الإنسان المؤمن التقي النقي، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قص القصة تاعك على الصحابة، وقصها على الصحابة وبدأوا يبكوا. هذا سلمان الفارسي وأنا نقصها لكم بإيجاز. هذا الصحابي الجليل فارسي لما جمع حتى العربية. هذا الرجل هذا التاريخ نتاعو كان باته مالك. تعرفوا مالك كان يحكم في قرية من القرى عظيمة في فارس، وقد أرصده أن يكون شيخ النار ويكون هو الذي يصدر عنه الناس ويأخذ يعني أحكامهم النارية من المعابد النيرانية اللي موجودة في الفرس، لأنهم كانوا يعبدون النار. الفرس كانوا يعبدون النار هذه كل يوم شاعلة، كي يجي تطفى يزيدوا يشعلها. شيخ النار هو الراهب الكبير، باباه داروا باش يكون هو شيخ النار، لأنه يصبح هو أكبر يعني الرهبان وأكبر العباد. فهمنا؟ قال كنت كذلك مع الراهب جالس معاه يعلمني كيف نعبد وكيف كذا. قال ذات يوم خرجت في رحلة نحوس، اسمع الرهبان في الكنائس، فذهب إليهم. ذهب للرهبان هذو الرهبان يا إخواني الكرام كانوا في سالف الزمان كانوا فيهم خير. جلس معاهم عجبوا كلام وقالوا له انت وين كنت؟ قال لهم انا كنت هناك في النار وكذا وانا اللي نقوم بالنار. قالوا لا، النار دين باطل، تعالى تعبد دين الله تبارك وتعالى الذي انزله على سيدنا عيسى. فجلس معهم واعجبه الامر. لما جاء عند باباه قال له وين كنت؟ توخر باباه وين كنت؟ قال له كنت مسكوا وربطوا في السلاسل، ربطوا قالوا ما تجيش تروح لعندهم يخسروا لك دينك كيما احنا رانا نديروا دوكا. انسان كي يتبع طريق مستقيم يقول له بابا ما تجيش تروح لهذو، ما تروحش للجامعه يخسروا لك دين، خليه صلي في الدار ما تروحش ليهم. من كيف؟ قال له ما تروحش وربطوا بالسناسل. ذات يوم قال الخدام هذاك سرح لي السناسل نخرج غير نحوس شويه ونرجع، سرح له السناسل راح ليهم. لما باباه شافوا باللي صحيح ناوي داروا في دار وغلق عليه ودار له خدام يجيب له الماكله، سجنوا. فهمنا؟ باش تشوفوا يا اخواني هذا الراجل العظيم وما هوش عربي، ما هوش عربي، فارسي ما يعرفش حتى العربيه كامل. والقصه تاعو صحيحه، ما تقولوش راني نحاجي، انا ما نحاجيش، وانما اصدر عن علم صحيح، واللي يبغى يبحث نقولوا له وين يروح، دليل موجود الحمد لله. المهم ذات يوم استدرج الحارس وقال له سرحني نرجع. قال له ترجع؟ قال له نرجع. سرحوه هرب ما ولاش، هرب راح للشام، قطع البحر وجا العراق، ومن العراق راح للشام. الشام كانت معمرة آنذاك بالرهبان الطيبين. اجلس معاهم لما يجي واحد منهم يموت يخدمه، لما يجي يموت يقول له انا يا خلاص راح نموت ولكن نوكلك روح لفلان راه راجل طيب تريح تعبد معاه حتى يعني كذا، وهذا يوكلوا لهذا يرسلوا لهذا، وهو جالس يتردد على الرهبان اللي يجي يموت ويزيد يرسلوا لواحد اخر كبر منه وهكذا. حتى واحد النهار جاي يموت الشيخ تاعو كبير، قال له وين نروح الان؟ انت راح تموت والشام ما نعرفهاش. قال له شوف ما عندك الان وين تروح؟ سمعتوا؟ قال له الان ما عندك وين تروح؟ قال له ما بقاش في الارض رجل طيب. قال له الان هذا موعد بعث النبي اخر الزمان، ما عليك الا تروح الان لواحد المدينه فيها النخل راه جاي ليها، اذا مت انا روح ما بقاش تزيد تدور في الشام خلاص، روح للنبي ريح معاه
تكون أسعد الناس به. المهم لما مات الراجل أخرج سلمان الفارسي رضي الله عنه، لما خرج القى ناس من يهود وغيرهم جو من يثرب، جو من المدينة. قال لهم راكم رايحين المكان فيها نخل؟ قالوا له نعم. واش رايكم؟ قال لهم جاء واحد النبي كذا. قالوا ما عرفناش ولكن راه في مكة، جاء ولكن راه في مكة. فرح هو قال لهم واش رايكم؟ عندي غنيمات هذو نعطيهم لكم وتدوني توصلوني للمدينة. قالوا له ايه سمعتوا؟ قلعت القافلة وجاء هو معه. وهذه قصة من أعظم القصص في الناس الذين هربوا إلى الله، وكيفاش ربي سبحانه كرمهم. والرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة اللي فرح بالقصة هذه قال له انت يقصها على أصحابك، وجلس وقصها على الصحابة والصحابة يسمعوا. بعدما تفرس في الدين وبعد ما ولا يعرف العربية، لأن العربية بعد ما الإنسان ما تكونش مخلطة مجرد ما يدخل يتعلم بسرعة. كما احنا نروح الفرنسا 6 شهور الإنسان يتعلم بسرعة يولي يقرأ الفرنسية يولي يهدر الفرنساوية، ما في هدف. المهم تكون الجو كله لغة عربية فصحى. مشوا به، مشات القافلة، هما وصلوا للمدينة، قريب للمدينة. هما نظروا ليه اليهود غدارين معروفين وعارفين باللي جاي يسلم. قالوا له اسمع، لو نلحقوا للمدينة وتقول باللي أنا إنسان حر نقتلك، قول أنا عبد وسيط يبيعوا ويشروا. لحقوا المدينة داوه للسوق باعوا الراجل، باعوا. لأن كان في ذاك الوقت الناس يتباعوا ويتشروا عبيد. باعوا شراه يهودي راه يخدم به، يحرف به، يسقم له النخال، يحرف له على النخال، يسقي له وهكذا. المهم وهو راه يترصد. قال واحد النهار انا فوق النخله يصلح في النخله، يعبر فيها كما تقولوا انتم، يذكر فيها. قال واذا سيد اللي هو يهودي مع يهودي واحد اخر يتذاكروا، قال تحت النخله قرم يهضروا. قال له اليهودي صاحبه قال له راه جا ابن عمهم، راه جا من محمد، راه جا من مكه ودخل المدينه، راهم فرحين به. الاخر انتقم من النخله قال له وشنو؟ قال اسكت انت دخلك فيها الشيء، اخذ اسكت. ولكن فرح باللي القضيه وصلتها وجاء محمد صلى الله عليه وسلم. قال لما جاء قال انا ما نعرفوش، ولكن قال انا يا الرهيب هذا. قال له انت يا راك رايح؟ قال له نظرك نروح للبلاد اللي قال لي يقول لك هذا نبي نروح نسلم عليه، كيفاش نعرف وانا ما نعرفش؟ هذه بلاد غريبه، وين نعرف انا النبي باللي ماهوش نبي؟ لان بعض الناس كانوا يجوا عند ابو بكر يقولوا انت هو، لا مانيش هو هذا. من كيف؟ قال له قول لي باش نعرفه. قال له انا نعطيك 3 علامات تعرف باللي هو نبي. كي تعرفوا باللي بالعلامات هذه نبي خلاص اعتنق معاه الاسلام وجلس معاه، فانت اسعد الناس به. وجدوا من العلامات هذه يا اخواني الكرام موجودين في صحيح البخاري وموجودين حتى في كتب اليهود والنصارى، علامات النبوة. فهمنا؟ موجودين في الكتب تاع اليهود والنصارى، لان هذا النصراني الرهيب هذا قراهم وقال سلمان الفارسي انا نعطيك علامات النبوة احفظها في راسك وروح ودير له امتحان وشوف اذا لقيت فيه ال3 علامات هذه عرف باللي هو النبي، والا ماهوش نبي. عطاله العلامات ال3. قالوا اولا هذا الراجل ما ياكلش الصدقه، كي تصدق عليه تقول له هذه صدقه ما ياكلهاش. فهمنا كيف؟ كي تقول له هذه هديه ياكلها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تجيب له صدقه ما ياكلهاش، لما تقول يا رسول الله هذه هديه ياكلها. فهمنا كيف؟ قال له او هذا 2 حوايج، ما ياكلش الصدقه ياكل الهديه. قالوا الحاجه الثالثه بين كتفيه قال له خاتم النبوه، وخاتم النبوه هذا ثبتوا عليه العلماء وشافوه الصحابه ونقلوه لنا تواترا موجود في الحديث الصحيح انه الرسول صلى الله عليه وسلم اللحم تاعه ابيض مشرب بالحمره. الرسول صلى الله عليه وسلم لحمه ابيض ومايل للحموره. فهمنا كيف؟ وهذا الخاتم هذا جاي كيشغل البيضه جايه في بين كتافه ونايض فيها شعارات كي البيضه نتاع الحمام ولا نتاع الحجن، ولكن كحله هكذا ونايضه فيها شعارات في بين كتافه. هذا خاتم تاع النبوه. المهم هو فرح سلمان الفارسي عنده الان التجربه كيفاش يجربوا. ثانيا عرف باللي راه جا لنا اليهود راهم يهضروا، راح قال نروح ندير له امتحان. دا واحد الكموسه تاع تمر وداها، راح ليه لقى الناس جالسين معاه. قال له هذه يا رسول الله يا محمد، قال له هذه
الصدقة تصدق بها كذا كلها. انثرها الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه وقال لاصحابه كلوا منها، وهو ما مساش ما كلاش. قال سلمان الفارسي هذه واحدة أو فهمنا. وتبعونا يا إخواني الكرام باش تشوفوا هذا الإنسان باش نالها، هل هو عربي ما هوش عربي، هل هو وليد الرسول عم الرسول عايش في مكة عايش في المدينة، جاء بعيد جاء من فارس من إيران لما كانت إيران زينة ماشي كما الكرام كلهم شيعة والعياذ بالله. المهم جلس ايامات وكان ذكي سلمان الفارسي هذا كان ذكي كبير، جلس ايام وجاب له واحد الحبات احسن من الحبات تاع الصدقه، جاب له حبات زينين ومنقيين وقال له يا محمد، قال له هذه اصطفيتها من نخل لي فهي هديه لك، قال له هذه خيرتها مليحه راهي هديه ليك. انثرها الرسول بين يديه وقال بسم الله وقال اصحابه كلوا، قال هذه زوج. فهمنا؟ ولا يتردد على الرسول دركا الثالثة كيفاش يقول له نحي الحوايج شوف حال كيفاش يدير، ولا كل يوم يدور باش يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعرى على جسده الشريف باش يشوف ما استطاعش. والرسول صلى الله عليه وسلم أذكى الناس على الإطلاق، لما شافه يتردد كل يوم ذات يوم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كأنه يعني بغى يصلح الرداء تاعو، وبعدين عرى على كتفه الشريف وإذا الراجل شاف الخاتم. لما شاف الخاتم لم يتمالك نفسه من الحب ومن الإيمان فسقط على الخاتم يقبل ويبكي. هذا الراجل هذا طاح فوق الخاتم هذاك يقبل ويبكي. لما شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا علي، واش بيك؟ قال له هاي قستي هاي قستي، قال له هاي قستي كيفاش كذا وكذا، والآن قال له راني باعوني نتباع ونتجرع. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف قصته قال له احكي قصتك لاخوانك، حكاها لهم وبكاهم. الصحابة بكوا من هذه القصة. هذا الرجل اللي كان وليد مليك، تعرفوا وليد مليك وشنو ما هو بسال، حتى يولي تمارة هذه كامل يدفعها وفي نفس الوقت يبيعوه في السوق ويولي مملوك عند اليهود وما اليهود يتحكموا فيه. قال له المهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له روح كاتب ونحن نساعدك، روح لهذا اليهودي بن اللي راه شريك قول له كاتب لي. كانت المكاتبة يعني العبد يروح لسيده يقول له دير معايا شرط، شحال نجيب لك الفلوس وسلحني نروح في سبيل الله. فهمنا كيف؟ راح ليه قال له كاتبني. لما شافوا باللي سلم شرط فيه شرط كبير، الشرط بتاع اليهود أعداء الله. قال له تجيب لي كذا مثقال تاع الذهب، كوم تاع الذهب عرام، وتغرس لي 500 نخلة أو 300، يعني القصة راه بيني وبينها حوالي 12 سنة ولا 14 سنة من اللي قريت القصة هذه. قال له تغرس لي حوالي 300 نخلة أو 500 نخلة، واللي تغرسها وتموت زيد دير واحدة جديدة في بلاصتها حتى ينوضوا ويفرقوا ويكبروا ونعرفهم باللي حياوا وسجاو نسرحك تولي في تروح وين بغيت. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي، قال له يا رسول الله هذا اليهودي راه شرط فيا شرط يعني اثقلني ما استطاعش نعديه. قال له معليش اقبل، روح وقول له نقبل. راح وقال له قبلت الشرط هذا، وإلا درت هذا الشرط سرحني. قال له سرحك. شوفوا العظمة تاع الرسول والعظمة تاع الإسلام والعظمة تاع الأخوة الإسلامية التي أرادت والعياذ بالله أن تفقد بين ظهرانينا وأرادت أن تفقد بين صفوفنا. أنا نعطيكم باش تشوفوا الأخوة تاع الإسلام اللي ما يجيبش يصورها حتى الإنسان لما يعيش خاوة في داره ماشي هكذا، لأن خاوة في داره متنافرين ومتضاربين وما يتحاضروش علامة على التراب على السيارات على العقارات، أشياء اللي ما عندهاش معنى. يعني الدين ما كاينش، اللي راه متخاصمين على الدين ما كاش، غير اللي متخاصمين على الدنيا. بينما الصحابة إذا كانوا يتخاصموا على الدين. لما قالوا أني قبلت إذا جبت لك هذا الشيء تسرحني، قالوا سرحك. الرسول صلى الله عليه وسلم كلم كلمة واحدة، واش قال له؟ قال لهم أعينوا أخاكم، عاونوا أخوكم، لأن سلمان الفارسي لما سلم خوهم وخونا رضي الله عنهم. راحوا لهذاك الجنان تاع اليهود، هذاك تاع اليهودي كل واحد يحفر من جهه، ضربوا منا جازهم جالي من يحفروا له 500 حفرة أو 300 حفرة. فهمنا؟ كل واحد منهم راح جاب غرس،
اللي جاب واحدة واللي جاب زوج واللي جاب ثلاثة. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما تغرسوش حتى ينجي، جيبوا الغرس، حفروا الحفر وجيبوا الغرس. وما راحش باش تشوفوا العظمة تاع الإسلام، وما راحش نبي الإسلام، ما راحش اليهودي هذا قالوا علاش تشرط في هذا الراجل الضعيف، هذا المسلم الإسلام تشرط فيه الشرط هذا وتهلكوا يا عدو الله والدولة الإسلامية موجودة ويضربوا ويقتلوا كما نديروا حنايا. خليه على هواه، خليه على هواه. قال لهم حفروا الحفر وجيبوا الفسائل ولكن ما تغرسوش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ردوا عليها التراب غدوة من ذاك عشان كل مشعشعة طلعت ولا واحدة ما يتلج. البركة الحقيقية ماشي بركة سيدو فلان ولا سيدو فلان، لا، البركة الحقيقية في الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة. ناضت نخل كله نار شعشع. اليهودي تعجب، هو بغى يدير له شرط باش يعزو باش ما ينجمش يبقى خدام عنده، لانه شافوا ولد ذكي وشافوا ولد صحيح وناشط، بغى يحرص عليه يخليه خدام عنده طول الابد. قال له يلا زيد جيب لي المثاقل تاع الذهب اللي قلنا عليها وروح. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عاونوا اخوكم، فهمنا؟ قال سلمان الفارسي قال جاب واحد من الصحابة قال قطعة من الذهب مثل بيضة الحمامة، كيما البيضة تاع الحمامة. قال قلت انا ما تغني عني هذه يا رسول الله، هذه واش دير لي انا بيضة تاع الحمامة؟ الرجل يقول لك عرام كبير ما تكفينيش هذه. والرسول صلى الله عليه وسلم خزر يمنة يسرى كاش واحد يزيد يجيب حتى واحد ما عنده. هذاك الرجل عنده شوية تاع الذهب قد البيضة تاع الحمامة جاب، وهذاك ما كان. حطها الرسول صلى الله عليه وسلم وحط يده الشريفة المباركة فوقها وبدأ يدعو 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 وهي تكبر 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 حتى انتفخت ولات كما قال اليهودي وكثر. قال له ادينه لليهودي يبغي الذهب اديله، ادي لليهودي وارواح. اداها لحال اليهودي قال له راني حر، قال له راك جاء الإسلام، جاء فأصبح ابن الإسلام. واش كان يقول؟ اسمعوا مليح يا الناس اللي راهم ضايعين ويفتخروا بعروبة ولا يفتخروا ببربرية. نحن لا نفتخر إلا بالإسلام، فالذي ليس عنده إسلام مرفوض ولو كان جسده من ذهب. فهمتوا؟ ولو كان يمشي على الذهب ما ناش قابلينه، وربي ما هوش قابله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اللي يحب حاجة غير الإسلام ما هيش مقبولة منه. هذا الراجل هذا قلت لكم ونعاود ليس بعربي، ولكن نال شرفا وتكريما لم يناله حتى الصحابة العرب لم ينالوه. لماذا؟ لأنه بقدر الإخلاص تاع قلبه. لما ولا للإسلام وجاء للإسلام واش كان يقول لهم؟ يقول لهم في الشعر نتاعو حتى ولا يتكلم الشعر، لأن العربية كانت فصيحة لم تدخلها عجمة ولم تشوبها شائبة من العامية وغيرها ومن اللحن. كان الناس مجرد ما يعيشوا بالسليقة يستطيعوا يتكلموا بالعربية الفصحى. قال لهم أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخر الناس بقيس أو تميم. إذا واحد يفتخر يقول أنا من بني تميم، واحد يقول أنا من بني قيس، الآخر يقول أنا من بني هاشم، قال أنا نقول باب الإسلام. قلنا كيف لنا بابا يعبد النار؟ يقول لهم بابا فلان يقول انت يعبد النار، وفعلا بابا كان يعبد النار. قال لهم انا بابا الاسلام. قال يغلبهم الصحابه يغلبهم، واحد يقول لنا بابا فلان شكون بابا خوف النار. لان الصحابي ذاك لما جاني قال يا رسول الله وين بابا؟ قالوا باباك في النار لانه مات مشرك، مات جاهل عربي ولكن مات جاهل. قالوا باباك في النار. غضب هذاك الصحابي وراح قال له اروح، غضب بابا وباباك في النار يلا روح. بابة الرسول ماشي عربي وقريشي ومن بني هاشم ومن سدنة الكعبة اللي كانوا يتحكموا في الكعبة يدخلوا الناس ويخرجوا، ولكن وين راه؟ قال الرسول الله في النار. لذلك العروبة المجردة ما تنفعش. قلت لكم الصبغة صبغة الإسلام، اللي يسبق بالإسلام خلاص ما نحوصوش على الراسة بتاعه. انا قلت لكم الراسة نحوصوا عليها في الدبايب، في البقر وفي الغنم وفي حاجة. قول هذه كونتواز وهذه عربية وهذه كروازي، فهمنا؟ بينما في البشر المسلم
اللي يصبغ صبغة إسلامية حقيقية فذلك أخونا له ما لنا وعليه ما علينا. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما ولينا نحوسوا على العروبة، واحد يقول لنا عربي الآخر يقول لنا قبيل، يلا هنا تشقينا، قولوا احنا إسلام. فهمنا كيف؟ واللي تفتخر بها انت عنده هو ما يفتخر بها. فهمنا كيف؟ لما جاء سيدنا سلمان الفارسي هذا رضي الله تعالى عنه والرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق اللي هي أعظم غزوة مرت على التاريخ الإسلامي بعد غزوة بدر، في المحن وفي الشدائد وفي المصائب جاءوا الأحزاب كلهم تراكموا على المدينة، كفار ومشركون وهمج ويهود وغيرهم، وجاءوا كامل أرادوا أن يكتسحوا المدينة وأن ينتزعوا بيضتها وأن يستحلوا كل ما فيها. هجوم كبير، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي، عرف باللي راهم جايين وبدأ يتكلم مع الصحابة، واش رايكم واش نديروا؟ هذو ناس راهم جايينا ماشي قريش وحده ولا غطفان ولا بني قريظه ولا بني قينقاع، هذه قبائل مختلفه، هذه ناس من كل مكان جات متناديه علينا، نام يتهلكنا. واش قال له سلمان؟ سكتوا الناس ماشي مجربين الحروب الكبرى، ولكن سلمان الفارسي كان باباه شيخ قبيله وكان ملك، يعني يمشي بالحروب ويعرف. قال له يا رسول الله نحن لما كنا في بلادنا فإذا خفنا على أنفسنا من العدو قالوا خندقنا على أنفسنا. قال له احنا لما كنا في بلادنا ونخافوا على أنفسنا العدو نحفروا حفر كبار وندوروها بالمدينة نتاعنا، يجي العدو يلقى هذيك الحفرة كبيرة ما ينجمش ينكز يرجع. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له نعم الرعي، قال لهم يلا نحفروا، ما يقولوش انت يا منين جيت واللي تعطينا الراي، جاب راي زين، لذلك باش تشوفوا احنا وين والاسلام وين، احنا رانا رايحين ضايعين، غير لك ربي ردنا للطريق المستقيم، ولذلك نطلب من الله تبارك وتعالى ان يردنا اليه ردا حسنا، والى الاسلام راه مشرق ونحن مغربون. لما قال له الكلام هذاك القاها كلام زين وكلام صحيح، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يلا حفروا. كل جماعة قال لهم عندكم اللي عندهم مثلا 5 مترات والاخرين 10 والاخرين كذا يحفروا، العرض 4 مترات والغمق 2 مترات، باش تشوف الرسول واش تعب. الخندق هذا كان العرض بتاعه 4 مترات، وانا رحت المكان بتاعه وين يعني كامل دور كبير بين الجبال وبين السهول، وين تحفر، وين كاين الجبل مع الجبل ما يحفروش، وين كاين السهل يحفر، الجبل يعني خلاص هو اللي يرد، لأن الخيل ما تجيش تطلع الجبال فوق وتنزل، فهمنا كيف؟ بينما في السهول يحفروا ويلاقوا جبل مع الجبل بالحفير 4 مترات طول و2 مترات غمق، باش إلى الفارس هذاك جاي يجري باش يقطع ما ينجمش يقطع، لأن الخيل مهما كانت يعني ذات فروسية وذات إضمار ما تستطيعش تتعدى مسافة تاع 4 مترات، كي تنكس تطيح الداخل. وهكذاك وبعض الفرسان سجعان من قريش نكزوا، دخلوا واحد الاماكن مفننه ونكزوا ودخلوا، ولكن كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم لهم بالمرصاد، من جملتهم علي بن ابي طالب ومن جملتهم الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه، ضرب فارس من الفرسان ضربوا قطعوا على زوج ولحقت له الظهر تاع العود، زاد جرح له العود تاعه، قطعوا على زوج وجرح له العود، لان الزبير بن العوام كان يحسبوا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ب1000 فارس، 1000 فارس يساويها سيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه. إذن يا إخواني الكرام أحفر الرسول صلى الله عليه وسلم الخندق، لما أحفر الخندق أجلس هو وأصحابه الداخل، جاءوا المشركين خزروا في الخندق حاروا، قالوا هذه خطة ما كان العرب يعرفونها، قالوا هذه الحربة والله ما كانوا يعرفوها العرب. مين جات من الحكمة، جانا مسلم جديد خونا مرحبا به، أعطانا فكرة تنفع الإسلام نخدموا بها، فهمنا كيف؟ لذلك هم لما جاءوا قالوا هذه الحرفة ما كناش نعرفوها. هذه منين جات من عند سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فارسي ماهوش عربي باش تشوفوا يا اللي راكم تفتخروا بالعروبة، نحن لا نفتخر الا بالاسلام، فهمنا كيف؟ اذا يا اخواني الكرام هذا الرجل العظيم هذا اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لو كان الدين بالثريا، لو كان الايمان بالثريا، لو كان العلم بالثريا لناله رجال من اهل فارس من هؤلاء مثل سلمان الفارسي. وفعلا سلمان الفارسي كيف تعب على الإسلام، بعض الصحابة ما تعبش مثل التعب بتاعه، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن سلمان الفارسي كان جالس، سلمان الفارسي سمعوا مليح،
وبلال الحبشي، وعندنا صحابي واحد اخر رومي من الروم، صهيب الرومي. فهمنا؟ صهيب الرومي. هذو 3 صحابة ما همش عرب، ولكن الشرف الذي نالوه والعظمة التي نالوها لم ينالها بقية العرب. فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام افتخروا بالإسلام، ولا نفتخر بالأعراق، ولا نفتخر بالأنساب. فالأنساب لا تقربنا إلى الله، بل تبعدنا منه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل هذه نتكلم على حاجة أخرى قبلها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اسمعوا مليح: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا بنتي خدمي، أنا ما ندير لك والو. فهمنا؟ يا صفية يا عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عمتي خدمي، أنا ما ندير لك والو. ما يقولهاش راه هنا وليد خوك ولا وليد أختك، خاطئ، اضربيها بنعسة. قال له الماضي خدمي، أنا ما ندير لك والو. يا عباس يا عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. عباس عمه شيخ قريش، هو أكبر الناس سنا، وهو العم اللي كان يبغيه الرسول صلى الله عليه وسلم كثير، لأنه كان هو الكبير في عمومه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحترمه ويقدره تقديرا عظيما. قال له: يا عمي اخدم يا عمي، ما تقولش غدوة يوم القيامة أنا يا وليد خويا محمد، وراه محمد، يعني هنا أنا عمك أو أنا، ما كاش هذيك عندنا حنايا، أو عمك هنا، تعالى عمي منا، ما كايناش. يا عباس يا عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيء. يا عمي يخدم، أنا ما ندير لك والو عند ربي. بعدين يزيد يجمعهم: يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. اسمعوا واش يقول لهم؟ لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأنسابكم وتقولون رسول الله منا. قالوا بالك تطمعوا يوم القيامة الناس يجيبوا الخدمة تاعهم والحسنات، وانتم تقولوا وليدي ويا اخي احنا يا ابن عم محمد يا اخو وليدنا، ما كاش هذيك. قالوا بالك يوم القيامة الناس يجيبوا اعمالهم وانتم تجيبوا النسب تاعكم بلي انا وليد فلان، كيما راه بعض الناس ناعسين بركه داير كراع فوق كراع وغارق في الشراب وفي الخمر وفي الفسق، ويقول لك احنا مولد سيدي فلان. ولد سيدي فلان هذا شكونه؟ إذا كان الرسول قال بنته خدمي وجابت له يديها مشقوقين برحة وقال لها: يا بنتي خدمي، عندك أجر لما تخدمي على وليداتك وترحي وطيبي وتخبزي وتعجني، وإلا بنت محمد صلى الله عليه وسلم نجعل لها سرية بين السماء وبين الأرض ونقولوا قليل، ولكن قال لها خدمي، ارحي يا بنتي وعجني وخبزي وطيبي باش تنالي الأجر، تخدمي وليداتك وتخدمي راجلك، والعشية تتعبي تنعسي وتنوضي بكري تعبدي ربك سبحانه. ما قالش يا بنتي خاطئ نجيب لك 100 وصفة يخدموا كما رانا نديروا حنايا. لا يا إخواني الكرام. لذلك يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني عبد المناف لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأنسابكم وتقولون رسول الله منا. رسول الله ماشي منكم وحدكم، رسول الله نتاع كل مسلم يشفع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن يشفع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشفع في العرب خاصة ولا يشفع في العجم خاصة، وإنما بعث لكل مسلم مؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه ربي للناس كلهم، وأسعد الناس به هم الذين اعتنقوا الإسلام وآمنوا به واتبعوه. هذو هما اللي يبغيهم ربي، وهذو هما اللي ينالوا الفضل الكبير يوم القيامة. أما يجي طبع بصدرك لما أنا عربي، أبو جهل عربي، روح مع أبو جهل تربح، يلا روح بالعروبة تاعك من كيف. وإنما الإسلام من ربك وما دينك ومن نبيه. لذلك يا إخواني الكرام أنا أريد من القضية هذه أن تنسى من التاريخ، لأن المسألة مر عليها ما يزيد على 14 قرن، كيف نحييها من جديد؟ وبعدين إذا حييناها فقد أحيينا عصبيات وقد أحيينا نزاعات عرقية راهي تعرف في جنوب أفريقيا. الراسيزم راهي في جنوب افريقيا، احنا ما عندناش الراسيزم، ما عندناش العنصريه. الاسلام اللي قال لا اله الا الله محمد رسول الله واعترف بها وامن بها وعمل بمضمونها فهو اخونا، ما نحوصلوش على زريعته واش يكون، لان ربي يوم القيامه ما يسالناش على الزريعه، والله لا يسالنا ربي سبحانه على الزريعه. لذلك انتبهوا، فهمنا كيف؟ ما يسالناش ربي على الزريعه وما يسالناش على الوالنا، ولا انت طويل ولا انت قصير ولا انت كحل ولا انت ابيض ولا انت قرشي ولا انت حبشي، وانما من ربك ما دينك من نبيك. هذه اللي يسألنا عليها. لذلك هذه اللي خصنا نخدموا بها. أما على زريعتك شكون انت ما كايناش.
لا تفتخر انت بعروبة ولا يفتخر الثاني ببربرية. وهكذا يا إخواني الكرام هذا الصحابة الثلاثة ما كانوش عرب في بداية الأمر في بداية الإسلام، ولكن بعد الصحابة جاءونا ناس أجلاء علماء أفاضل فقهاء وليسوا بعرب. وزيد نقول لكم أعظم الناس الذين خدموا الإسلام خدمة جليلة عظيمة والله ما همش عرب، كلهم عجم. الأئمة الأربعة هم اللي فقهاء الأربعة اللي متفقين عليهم باللي عرب، والباقي الإمام مالك، إمام أبو حنيفة، إمام أحمد، إمام الشافعي، هذو أربعة هم اللي متفقين باللي عرب، والباقي اللي تجيبوا لي كله عجم ما هوش عربي. وخدم الإسلام خدمة والله ما يخدمها واحد. يكفيكم البخاري عربي، البخاري الذي نقرأ كتابه وإذا الإنسان أقسم كما قال العلماء إذا أقسم بالثلاث أنه هذا الكتاب كله صحيح فهو صادق. إذا قلنا والله 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 3 خطأ هي صحيح البخاري كله صحيح ما نش كذابين. أصدق كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري. البخاري هذا شكون؟ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بارديزبة. فهمنا؟ محمد هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بارديزبة. بارديزبة شكونه؟ يعني الفلاح في اللغة الفارسية كان مجوسيا، جده الرابع مجوسي يعبد النار. البخاري جده الرابع مجوسي، ولكن هل يضر ذلك أن جده الرابع مجوسي؟ ما يهمه، هو جاء الإسلام خلاص لا يسأل عن أجداده ولا يسأل عن أبائه. كل واحد جاء الإسلام مرحبا به واعتنق الإسلام وعمل به. وإنما كما رأى بعض الناس يدخل الإسلام كما واحد النهار حاجني واحد هنايا في الجامع وقال لي انت يا قلت لي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله راه أخونا وراه مسلم، وكيفاش الشعار تقولوا باللي ما هوش مسلمين؟ أنا نقول يا أخي العزيز قلت له أنا قلت لك التفصيل ما قلتلكش لا إله إلا الله برك، يلزم يعمل بمضمون لا إله إلا الله، وإلا أبي بن سلول قال لا إله إلا محمد رسول الله. رئيس المنافقين كان يقول لا إله إلا محمد رسول الله، ولكن هل تنفعه يوم القيامة؟ والله ما تنفعه، بل هو في الدرك الأسفل من النار، هو الأخراني تحت النار كلهم الناس يحكتوا فيه. فهمنا؟ لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام من هذه المسألة. فهؤلاء الصحابة الثلاثة اللي هما صهيب الرومي من الروم وجل الإسلام وسلم ودخل واصبح أخونا له ما لنا وعليه ما علينا. بلال الحبشي مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة لم ينال هذه المرتبة لم ينالها عربي من العرب، حتى عربي ما ادهاش كنت هذا حبشي اللي هو بلال رضي الله تعالى كان يمشي بالحفا من كثرة الصباط ما عندوش. فهمنا كيف؟ وبعدين حتى تشوفوا الإسلام والعظمة نتاع الإسلام لما جاي يتزوج ما يقولوش روح يا نصيف لك حاجة شكون يتزوجك انت. فهمنا كيف؟ تزوج من مرأة قرشية ذات حسب ونسب وهي أخت عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين العشرة المبشرين بالجنة. تزوجها ولما كان في الشام وهو يحتضر جاي يموت وهي جالسة عنده تقول يا بلالا يا حبيباه يا كذا، بدأت تبكي. قال لا تبكي علي بل قولي يا فرحتاه غدا ألاقي الأحبة محمدا وصحبه. قال فرحي غد وراني رايح نموت ونتلاقى مع محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام اللي كنت عايش معاهم، روح خليني من الدنيا هذه. حباشي كيفاش يروح يتلاقى بهم؟ ولكن حباشي وجهه كحل والقلب نتاعو أشد بياضا من اللبن وأشد بياضا من العاج من كثرة الإيمان والتقوى. وإنما الوجه هذا واحد أعطاه له ربي كحل، واحد أبيض، واحد أزرق، واحد أصفر، كل واحد كذا. فهمنا كيف؟ ولكن موش معنى اللي أعطاه له أبيض يبغيه واللي أعطاه له كحل يكرهه، هذيك في مذهبنا حنايا. وإلا ربي سبحانه له في خلقه شؤون، ومن آياته اختلاف ألوانكم ألسنتكم وألوانكم. يعني من الآيات الدالة على عظمة ربي سبحانه أنه خلقنا الإنسان مختلف، خلقنا البشرة مختلفة، اختلنا مثلا ناس معروفين بالطول والعرض وناس معروفين بالقزم، كما ناس تاع اندونيسيا تشوفهم صغيرين، ناس تاع الشينوا تشوفهم صغيرين، ناس تاع المغول تشوفهم ناس مثل السواري. فهمنا كيف؟ لذلك الله تبارك وتعالى له في خلقه شؤون. هذا الصحابة الثلاثة اللي هم صهيب الرومي واللي هو بلال الحبشي واللي هو سلمان الفارسي جالسين مع بعض يقصروا. فهمنا؟ اسمعوا مليح. لما جالسين يقصروا في ثلاثة يتحدثوا مر أبو سفيان وهما أقدم من أبو سفيان بن حرب في الإسلام. أبو سفيان متأخر في الإسلام. لما خزروا فيه
هو صحابي نفس الشيء، وسلم جاء مسلم مرحبا به، اصبح صحابي، ولكن هما ينكتوا يقصروا كما انتم تقصروا، كل واحد يقصر. خزروا فيه قالوا عدو الله سلك دخل في الاسلام ولا كنا قتلناه بالسيوف تاعنا، فهمنا يا ولكن جاء الاسلام خلاص، ولكن لو كان ما سلمش قال عدو الله والله غير قتلناه، ولكن هو سلك. ابو بكر سمعهم قال لهم تقولون هذا لشيخ قريش؟ قالوا له تقول هذا الشيء، تقولوا هذا الشيء شيخ قريش، ما مش عارفين ابو سفيان باللي عنده قيمه كبيره في قريش، وشيخ قريش تقول عليه كلام هذا، تقول باللي عدو الله لم تنل سيوف الله من عدو الله ما نالها. سكتوا. راح ابو بكر الصديق رضي الله تعالى باش تسمعوا يا اخواني الكرام باللي القضيه مش قضيه اوروبا، قضيه اسلام. فهمنا كيف؟ قضيه اسلام. نحوا من الزريعه هذه، نحوها، قولوا زريعتنا الاسلام، الصبغه الحقيقيه. فهمنا كيف؟ نحن كما هذه الساريه الان ما نقدرش نحوسوا نقولوا السيمان، خلاص صبغت وتسكمت ودرنا لها الفايانس، خلاص راهي منوره هائله. وعلاش نبدا نخرجوا ونقولوا نشوفوا البيطول تاعها كيفاش داير؟ خلاص صبغناها، خلاص درنا لها الفايانس وسقمناها، خلاص. هكذاك انت كي دخلت في الاسلام وصبغت صبغه اسلاميه لازم تحوس على زريعتك، تفتخر بزريعتك ولا تفتخر بزريعتي بعد الاسلام. فهمنا كيف؟ وبعدين زريعتك وزريعتي ما عندك علامة تفتخر وانا ما عنديش علامة تفتخر. اذا تقول انت شجاع القبائل شجعاني، اذا قلت انت كريم القبائل الثاني كرمان، اذا قلت انت كذا كل شيء، بدليل ان روما جلست كم قرن من القرون وهي تحارب في البربر هنا في شمال افريقيا، والله ما طوعتهم. واللي يبغى يقرا تاريخ ابن خلدون. العرب القبائل جزاهم الله خير ذوي مروءه وذوي شجاعه لم يعلم بها الا الذي يقرا التاريخ. روما ما استطاعش تطوعهم. فهمنا كيف؟ ونزيد اقول لكم حاجه، انا اقرا لكم التاريخ ولا اجامل احدا. الاسلام شكون كملوا في افريقيا؟ هذه نقولها لكم جديده باش نفهمكم كي قلت لكم انا باللي اصدر عن علم حقيقي باش تدوه وتكونوا هانيين. عقبه بن نافع الفهري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى لما جاب الجزيره وجاب معاه الجيش الاسلامي، شحال هذا الجيش اللي جابه يمشي به من هنا حتى طنجة وما يخلص؟ شحال يا اخواني الكرام؟ عقبه بن نافع الفهري لما جاء الجيش تاعو تكمل، شكون اللي كمل الفتح الاسلامي؟ كملوه البربر جزاهم الله خير. لما دخلوا معاه في الاسلام راحوا جاهدوا معاه، لان قالوا له واش قالوا له؟ قالوا له هذا هو الوقت اللي نخلفوا الثار في روما، كل يوم كانت تضربنا وتدي لنا البهايم تاعنا وتدي لنا رزقنا. كانت روما لما تجي تصدم على البربر ما تلقى منهم والو، تلقى السيف والقوه، تدي لهم مغنمهم، تدي لهم بهايمهم، تدي لهم واش يسموه الزرع نتاعهم، وتروح تركبها في البابر وتديها للرومان. قالوا له درك كي دخلنا معاك للاسلام، قالوا له هذه الفرصه اللي نأدبوا بها الرومان، تأديب لم يعرفه التاريخ. وراحوا معاه. اللي كملوا الفتح شكونه؟ البربره هما اللي كملوا الفتح. القبائل لما دخلوا في الاسلام مع عقبه بن نافع الفهري هما اللي كملوا الفتح، تكون جيش اسلامي عظيم وبه فتحوا الاندلس. اللي فتح الاندلس شكونه؟ روحوا قراوا اي تاريخ، طارق بن زياد مولى بربري، قبائل اللي يفتح الاندلس. افتخروا ايها القبائل المسلمون، القبائل المسلمين يفتخروا لأن طارق بن زياد هو اللي يفتح الأندلس وكان مولى بربري. فمن كيف؟ كان عبيد يتباعوا ويتشروا لما جسنا عقبه بن نافع الفهري جزاه الله خير، وبعدين كمل الفتح سلم الراجل، وبعدين ولا حر ودا الجيش الاسلامي معمر بربر ومعمر عرب ينادون الله اكبر ودخلوا للاندلس وفتحوها. لذلك سيدنا عقبه بن نافع الفهري لما ما جابش جيوش مجيشه وبواخر مليانه نتاع الغاشي ما يخلصوش، خلاصوا له غاشيه، لان هذا جاء من المصر هو يطوع في الدنيا. فهمنا كيف؟ لما خلصوا الغاشيه الناس الذين دخلوا في الإسلام وهم سكان شمال إفريقيا وهم البربر قديما دخلوا في الإسلام، قالوا له خلاص احنا لما دخلنا في الإسلام والإسلام شفناه دين مليح، ما يظلم ما يحتقر ما يفرق بين عرق ولا ذريعة ولا زريعة، كلنا عباد الله، كلنا أتقياء لله، كلنا نتجه قبلة واحدة، والأمير يأكل معهم والأمير يصلي بهم. قالوا هذا هو الإسلام، ماشي كما الرومان عنده عرش كبير يجلس فيه واحنا نروحوا نقبلوا له على رجليه ونحطوا له الدرهم عند رجليه. قالوا الإسلام هذا هو الدين الحقيقي. لما دخلوا في الإسلام كملوا الفتوحات الإسلامية. الفتوحات الإسلامية
الإسلامية يا إخواني الكرام كملت بالبربر، لأن الجيش الإسلامي قد انقرض في إفريقيا، أخلاص في إفريقيا تكمل. فمن كيف؟ إذن نرجع لهؤلاء الصحابة الثلاثة لما سيدنا أبو بكر قال لهم ما تقولوش هذا الشيء للشيخ قريش اللي هو أبو سفيان، وراح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله سمعت صهيب الرومي وسمعت بلال الحبشي وسمعت سلمان الفارسي راهم يقولوا على أبو سفيان هكذا وهكذا، وأنا قلت لهم هكذا وهكذا. قال له يا أبا بكر اسمعوا باش تشوفوا بلي ما عندناش قضية العروبة، عندنا الإسلام. اللي جاء الإسلام وآمن بربي مليح وخدم مليح هذاك هو المسلم الحقيقي، ما يحوصوش على ذريته. فهمنا؟ قال له يا أبا بكر انت لما قلت لهم الكلام هذا لعلك أغضبتهم، بالك غضبتهم؟ قال له اسمعوا، قال له والله لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. قالوا له كان راك غضبتهم راك غضبت ربك، لأن هذا الناس ما هم الساهلين جونا من بلاد بعيدة وسلموا، بينما انتم انا عشت معاكم وما بغيتوش تسلموا، بينما هذاك طاح خلى بلاده وخلى الملك وخلى الذهب يترمى بالرجلين وجاء وتعب وباعوه وشراوه واصبح مسلم، بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في وسط قريش وابن عمه وخالته وولاد خوه كل شيء يعرفون بعضهم ببعض، وبعدين كلهم لهم نسب في بعضهم وما بغاوش يأمنوا به وما بغاوش يأمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وجاوه الناس من الحبشة أمنوا، جاه من الرومان يأمن، جاه من الفرس يأمن. قالوا بالك راك غضبتهم، والله لو كانت تكون غضبتهم راك غضبت ربك. ورجع سيدنا أبو بكر يجري يخاف، لأن غضب ربي ما هو سهل يا إخواني الكرام. راح يجري لهم ولقاهم جالسين كما كانوا. قال لهم يا إخواني لعلي أغضبتكم، أنا راني وقيل غضبتكم. قالوا لا يا أبا بكر سامحك الله لم تغضبنا، الله يسامحك ما غضبتنا ما حتىش. لو كان قالوا صحيح غضبتنا كان ثم يقبل لهم على لسانهم. فهمنا كيف؟ كان يقبل لهم على لسانهم ويقول لهم استمعوا لي. فهمنا كيف؟ يا إخواني الكرام الأمر هذا كما قلت لكم هذا لا يصدر إلا من إنسان قليل الفهم أو من إنسان مغرض يريد أن يشتت المسلمين ويريد أن يفتح ثغرة في الإسلام لا يعلم مداها ولا يعلم مصيبتها إلى الله تبارك وتعالى. لذلك يا إخواني الكرام نحن لا نفتخر إلا بالإسلام. فهمنا كيف؟ لأن هذه العروبة هذه قلت لكم أنا اللي عنده حديث يمدح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح فيه العرب يجيبوا لنا، ما كان حتى حديث، ما كان حتى حديث. بالعكس الأحاديث التي جاءت في نقيض ذلك أنها جاءت في عدم الفخر بالعروبة. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فمن كيف؟ لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام. والرسول صلى الله عليه وسلم كلم على هذه القضية على العصبية وقضية العنصرية وقضية كذا، قال إنها منتنة فايحة. قضية الزريعة وقضية الراسة ماشي مليحة ما تنادوش بها، لأن إذا نادينا بها يبقى الإسلام ضايع. أنت تعيط لمواليك وتعيط لزريعتك ولا خلي يعيط لزريعتك ولا واحد يعيط لزريعته. ورانا احنا تعرف في البلاد هذه وغير البلاد مئات تاع الزريعات كل واحد مبني فلان، وراح الإسلام شكون يعيط على الإسلام ما ناش عارفين. بينما لما نعيط للإسلام الإسلام كل يوم يبقى حي ما يضيعش، وإلا عيط لابن عمنا ولزريعتنا الإسلام كل يوم ضايع. وإحنا باش نفتخروا بناس ماتوا وراهم مردومين وإحنا رانا مولاد فلان ومولاد سيدي فلان. ما ينفعش. ينفع التقوى يا إخواني الكرام. الإسلام هذا أنا ضربت لكم مثال وقلت لكم نضرب لكم مثال وقلت لكم الإسلام هذا ما مثله إلا كمثل هذا البناء. فهمنا كيف؟ عندنا الأرض يوقفها واحد من المؤمنين. الإسلام كمثال أرض وبني عليها مسجد. افهموني مليح. الإسلام أنا نضربكم مثال قضية المسلمين جميعا مثالها كمثال مسجد بني على أرض. الأرض هذيك وقفها واحد من المؤمنين. الأرض معناتها هو الدين اللي جابه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمنا كيف؟ هو الأرض صحيحة ثابتة. المسلمين ابنوا مسجد، كل واحد جاب طوبة حطها. لما طلع المسجد والتبنى ما يجيش واحد يفتخر يقول هذا الطوبة أنا بنيتها، هذه السارية أنا درتها، خلاص
كلنا بنينا وكلنا تعاوننا. لذلك هكذا نقول لكم الإسلام وحدة متكاملة تعاونوا عليها العرب المسلمون وتعاونوا عليها البربر المسلمون، كلهم تعاونوا، كلهم نوضوا الجامع هذا وبنوه، كلهم مشاعر الجامع نقصد هذا، يعني نقصد على أن الإسلام كلهم تعاونوا عليه وبنوه. فمن كيف بنوه ما يبقاش واحد يزيد ينبش يقول أنا ذي تاعي ولا ذي تاعي ولا حاوزتوني ولا حاوزكم. فهمت كيف؟ الإنسان بعد ما يجي الإسلام ويبني الإسلام ويقيم الإسلام في نفسه خلاص ما له علاقة بالتاريخ. وإنما هذه المعارات زيد توخرنا الله. لو كان تشوفوا مثلا فرنسا واش عندها من العصبيات ومن المعارات وراه يتقرب المسافة وراه يتقرب كذلك الخطى لبعضها البعض باش تبتعد عن الفرقة هذه، ولكن الشتات والشمل والتفرق اللي راه موجود في أوروبا لا يعلمه إلا الله. والدين الوحيد اللي بعد يعني استطاع المسلمون كلهم يكونون كبناء واحد وكصف واحد هو الدين الإسلامي، لأن ما في حتى عصبية، ما في حتى عنصرية، ما في حتى أن تشكونك وأن تشكونك. هنا كيف